السلام عليكم، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. تعالوا يا بنات أكلمكم عن الكريم القمر ده. تجاعيد يشد تجاعيد، تفتيح يفتح البشرة، بقع يخلصك من البقع، ترطيب يرطب. تحطيه مثلا ككريم قبل المكياج يتحط، تحطيه قبل الصن بلوك يتحط، مهما تحطيه في اي حتة يتحط. حاجة كده خرافة، حاجة كده جميلة. غير انه سوفت، خفيف جدا على البشرة. البشرة بتتشربه بسرعة جدا جدا جدا. تحسيش ان انت حاطة كريم. يتحط بالليل قبل ما تنامي يتحط بالنهار وتخرجي بيه يتحط. مفيش منه اي مشكلة. مش دهني على البشرة خالص 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 خالص. انتي بتحطيه اصلا قبل المكياج كمان عشان تحافظي على بشرتك. يعني حاجة كده حلوة. زائد كمان ان انتي ينفع تحطيه اصلا ككريم تفتيح وتخرجي بيه عادي جدا. مفيش فيه اي مشكلة خالص. كريم ايه ده بقى؟ كريم ايه اللي حبيب قلبي؟ اللي انا بصراحة ندمانة ندم عمري ان انا ما جبتوش من زمان. ستيفز. زائد كمان نسيت اقول لكم على حاجة، ان كميته كبيرة جدا، وبتحط منه بسيط على البشرة بيديكي نفس النتيجة لو حطيتي منه كمية بسيطة. ستيفز يا جماعة، هو بيتباع في كل مكان بسعر، بس هو معاكي لحد 500 جنيه. ممكن تلاقيه في مكان ب300، ممكن تلاقيه في مكان ب400، ممكن تلاقيه في مكان ب500، ممكن تلاقيه في مكان ب600، على حسب. بصوا انا بستخدمه بقالي فترة. كميته لسه قد ايه يا جماعة؟ انا خايفة يتقلب. كميته لسه قد ايه؟ بس خلي بالك ان في منه الاصلي وفي منه التقليد. الاصلي بيكون عامل زي الجيلي. شفت الجيلي اللي بيتهز كده ده؟ هو بيبقى عامل زيه. لما تيجي تعملي كده، تبصي كده بيبقى عامل زي الجيلي. بصوا اهو، ما بيقعش من العلبة خالص اهو، عامل زي الجيلي. انما التاني بيكون خفيف كده وعامل زي المية، لو قلبت العلبة يندلق معاكي. يعني الاصلي بيكون عامل زي الجيلي. جميل جدا يا جماعة. وعشان تجيبيه من مكان موثوق فيه هاتيه من الصيدلية. انا اشتريته من الصيدلية، هاتيه من الصيدلية احسن. عايزة اقول لكم والله العظيم يا جماعة حاجة خرافة، حاجة تحفة. بجد حلو جدا 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 للبشرة. وتبقي غلطانة لو ما جبتهوش. خليه عندك بجد، هينفعك جدا جدا. شفت كل الحاجات اللي انا قلتها لكم في الفيديو في الاول دي هو بيعملها. حلوة قوي للبشرة، حلوة قوي 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 لو دهنتيه كل يوم قبل النوم. انا كل يوم قبل النوم بدهن منه قبل ما انام. بجد انا ندمانه ان انا ما جبتكوش من زمان. لازم يكون عندك في البيت ستيفز يا جماعه، لازم يكون عندكم ستيفز في البيت. للناس اللي عندها تجاعيد، عندها بقع، عندها اثار حبوب، عايزه تفتح البشره، اللي بشرتها محتاجه ترطيب ومحتاجه كمان حاجه سوفت خفيفه على البشره. حلو جدا لاصحاب البشره الدهنيه. بجد حاجه خرافه. انا بحطه بخرج، يعني ممكن احطه كده والبس الطرحه واخرج بالليل بالنهار عادي، مفيش فيه اي مشكلة خالص. حتى لو بشرتك اتعرضت للشمس مش هيعمل زي انواع كتيرة من المرطبات اللي هي لو بشرتنا اتعرضت للشمس بتحرق البشرة او تعمل تصبغات والكلام ده. مفيش الكلام ده كله. عندك اي مشاكل في البشرة هو بيحلها، ما عدا طبعا حبوب البشرة. هو ملوش دعوة، مش بيعالج حبوب البشرة، بيفتح بيشد البشرة، بيعالج التجاعيد، بيعالج التصبغات، بيشيل الاسمرار، البقع، اثار الحبوب، كل ده. وينفع تحطيه على الكوع، على الركب، على الرقبة، على الوجه، على الايدين. حلو جدا. ادهنيه كل يوم قبل النوم، حطيه وانت خارجة، حطيه قبل المكياج. بجد حاجة كده خرافة. وانا بقول لكم بقاله معايا فترة طويلة ولسه كميته كبيرة. يعني انت ممكن تجيبيه يقعد معاكي سنين على ما يخلص. زائد ان هو هتدفعي فيه فلوس، هو هيقعد معاكي فترة. انما ممكن تكوني انت بتجيبي انواع، ممكن مثلا تجيبي نوع هتقعدي كل شهر تجيبيه بيخلص. لا، ده بيقعد فترة طويلة جدا. انا عارفة ان هو غالي، بس بجد مش خسارة في الفلوس. وانا ندمانة ان انا ما جبتهوش من زمان. بجد ندمانه ان انا ما جبتوش من زمان. جميل جدا 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 جدا. فكره يوتيوبرات كتيره جدا اتكلموا عنه، ناس كتيره جدا بتستخدمه. حلو قوي 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 قوي. وبجد عجبني جدا. اكتر نوع كريم مرطب استخدمته وعجبني وحبيته هو النوع ده بصراحه.
بس يا جماعة هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. حبيت أكلمكم وأقول لكم قد إيه إن هو جميل وأمور وعسل وسكر. ستيفز جربوه يا بنات وإن شاء الله مش هتندموا خالص، واللي تجربوا تكتب لي تحت في الكومنتات جربته وعمل معاه إيه. أتمنى بإذن الله الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو تشجعوني بلايك، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.